يا سيدي خويا، حد باسبورها في الساك، حاجة تستحق مكيا وليقات، أنا تفتوفة مخبيتها من المصروف، تلمتها من المصروف نبدلها في بوع، حطهم في الساك. بايها خرج خويا يخرجوا صباح بكري يخدموا تجار هما. ميمتها غفلت يكون دخل شي كوجين عمتها كي طفت سرسبت وخرجت، خرجت تجري من دار عمتها، هم يسكنوا في نفس الزون كيما نقولوا نحن. هيا وصل دار عمتها، دقت الباب، حلت عمتها الباب، تلهث ايش بيك يا طفله؟ قالت لها عمتي خلينا ندخل نحكي لك. فتكم انا بالحديث. عمتها عمرها 48 سنه، ورجلها الله يرحمه توفى في الثوره الليبيه، وما عندهاش صغيرات، والطفله هذيك تشوف فيها وفي ربي. وهذاك الكل عمتها هي الدلوله نتاع بيها، باها يموت على اخته، هذي يشوف فيها وفي ربي. هيا يا سيدي، قلت لها بنتي شبيك ايش ثم خير، مش الطفله ما تجي هما خاطر عندهم عيب غادي تخش طفله مع حد. قلت لها يا عمتي راك ديما كي جيتي قلت لي الحين تحكي مع بابا على التونسي كل شيء، بعد ما روحتي راه شدني عطاني دريحه، راه وقتلني بالضرب، شوف لحمي كيفاه وما تاخذيهوش التونسي وين شنو ومنين عرفتيه وكيفاش. يا بنتي قلت لها ما عنده الحق، وبوك يجري على مصلحتك كما نقولوا نحن، وما رضا الله برضا الوالدين. قلت لها يا عمتي انا شو عملت؟ يا اخي عملت الحرام انا؟ قلت لها يا عمتي انا نحبه السيد هذاك. قلت لها ايش عمل لك السيد هذا مش خليك تخمي انك تهربي من الدار؟ قلت لها يا عمتي راه متربي، راه ودرا شنو، راه سبحان الله، هو سبحان رب اللي يهبط محبة قلب، محبة عبد في قلب عبد. هي قالت لي علاش جايتني لهنا؟ قلت لها عمتي حبيت نقول لك راني انا مش نمشي لتونس، راني هاربه لتونس ليها. كيفاش قالت تهربي لتونس ومشي ليا بنتي عيب راه ما يجيش كيفاش؟ قلت لها حتى التوانسه ما يعملوهاش كيما قاعد نساها ما تهربش معناها للرجال، بالرغم اللي صار ديكار احنا معناها. عايش بنيتي قلت لها لهدي كيما نقولوا نحن، لهدي يا بن عروس، فهمتني كيما نقولوا التونسي. فهمتني ما قلتيش يا عمتي. يا سيدي قلت لها اسمعيني يا عمتي، انا راني ريتهم ما ياخذوش فلان، راني نروح، ورأيت نقطة الروح يربصوا عليكم فضيحة لهنا، يقول لك الطفل تراش بها يا بنتي يوسف، يا بنتي شبيك، يا بنتي الصور اللي صار لك. قلت لها انا ما عندي حتى عمتي، انا شوفها في ربي. بيه قالت له طلبوا لي هالسيد هذا. طلبت وصاحبتنا هذيا قال له فلان راهي عم تحب تكلمك على السلامة، عمتها تحكي تونسي وتمشي وتجي على تونس، وعندها اصدقاء، عندها عائلة تونسية تمشي لهم، هم في الاصل اصحاب رجلها الله يرحمه. قالوا صافا لاباس لاباس كيما نقولوا نحن. قالت له يا وليدي توا الطفله حاشت باه انت ولا؟ قال لها هي مدام كيما نقولوا نحن حاشين باه ودرا شنو. هي قالت له هي كي كلمتك وقالت لك باش نهرب لتونس اخي انت تو تقبلها معناها كي طفله تهرب من دارها وتعمل فضايح لدارها؟ قال لها انا راني معناها ما قلتلهاش اهربي، اما هي قالت لي نجيك، انا قلت لها يجي. هي قالت له على اساس شو باش تجي؟ قال لها كيما نقولوا نحن، قال لها باش تجي نكتبوا صديق واحد، هذه قالت له ما يجيش، ورزنها كيما نقولوا نحن. حسيت قالت تعوني تقدر باش كيما نقولوا احنا تعيشها المراه والطفله كيما عايشه في دار بوها؟ قال لها الحمد لله راني باني فوق دار بابا، عندي تفتوفه تحت راسي، راني من غدوه نجم نأثر الدار وناخذ لها ذنب ونعمل عرسي وجوي به. قالت له اسمعني عايش وليدي، انا مش عاود نحكي مع بابا، وان شاء الله ربي ييسر امره، وكان بوها عاود تقنع يا خويا تو كلموا انت وتفاهم انت وياه وجيب عائلتك ومرحبا، ربي يفضلك يرحم والديك ودرا شنو. بالسلامه بالسلامه. هيا حاسيلو قالت له تقعدي لهنا خلينا نمشي نحكي مع ابوك ربي يعمل لي. قالت لها بيه، قالت لها يا عمتي راك تجيبي بابا راني نعمل اللي قلت لك عليه، راني نهرب مره اخرى. يا بنتي قالت له اهربي وانت اهربي، قالت له لا هدي اصبر. عمتك كي مشات للدار. يا سيدي وصل الدار، دقت على الباب دار خوها، خرج مرت خوها عسلامة فلان فلان لهنا. قالت لها كيما نقولوا نحن راهو هاو كان يكلم فيه في التليفون، هاو باش يجيب قضيه وهاو جاي باش يصلي الظهر ويفطر. هي دخلت. قالت لها بنتك وين؟ قالت لها في البيت. لا قالت لها مش في البيت، بدك بحذاي، وبدك جاي تحب تهرب لتونس للتونس كيما نقولوا نحن بالتونسي عزايه كيف اسكتي. قالت لها اسكتي عليها. قالت لها كيف راح لعبت تصمت، هاي في الدار بحذاي. هي مازال تحكي وياها كيكا وجاي خوها. هيا شافها خوها حسين ما قلت لكم خوها يشوف فيها وفي ربي بس يفدلك معاه كيما نقولوا نحن. قالت له خويا عندي ما نحكي معاك. قالها يدخل يجي تفضلي نحكي. قالت له تو ايش عملنا في حكايه التونسي وبنتها؟ قال لها اسمعني الموضوع هذايا كيما نروح بالتونسي سكريه، بنتي ما تاخوش تونسي وتوانسه ما همش باهيين ودرا شنو ويسكروا في الصيد. الفكره اللي ماخوها على اللي كيما يسوقوا فيها معناها، الله يصلح حاله، ديما يسوقوا لحم فينا ما يصلح. الرجل التونسي راه اكثر راجل يهني معناها، ومطلوب راه في القائمه في نساء العالم العربي كلهم لازم ياخذوا تونسي راه من الاخر معناها. اسمعني قالت له خير هاي بنتك كذا تشوفيه في ربي وراهي تحب وراه هكا، وطفل راهو باهي، وانا راني كلمته وحكيت معاه
وما شاء الله عليه بدار وبامور ويبلي خيي. قالت له شنو العيب لي خيي؟ شو العيب اللي عملته؟ يا بنتي قال لها كيفاش وانا بنتي في تونس وانا كنت توحشها كيفاش؟ قالت له تونس هيندها. قالت له انا خطوه تونس شنو؟ قالت له حاسيلو قامت له كان حبسته من راسه بجاه ربي برحمه ابوك ما كتحبني خذ لي بخاطري خويا خليه يشوف الطفل وبكش هذاك مكتوبها. وهذيك عنده وهو عنده بنيه بركه واربعه اولاد معناها فهمني. قالت له هذيك وحيدتك. قال هي على خاطر هي وحيدتي وانا ما نحملهاش بعد عليا ودرا شنو. قالت له اسمع يا شوي بجاه ربي كيما نقولوا نحن بدات توحنن عليه من هنا من هنا. قال لها باهي قولي له معناها يكلمني وربي يعمل لي. هذه قالت له ليه نحبك توعدني. هذه قال لها قولها يكلمني ويجي مرحبا به هو أهله. فهمني. قال لها ما عندي شرط برك. قالت له شنو؟ قال لها راهو يجي يخطب ويكتب الصديق ويروح به. هذه يخطب ويمشي ويجي راهو ما ثماش. قالت له هو باش يكلمك وانت خويا تفهم انت وياه. اي سيدي باهي. قالت له اسمعني نحب نقول لك حاجه. بنتك انا جيتك بيتها هزيتها ما تنجمش تقولوا هي هربت مش ما نزيدش. هاي بحذايا في الدار خالتها في الدار. خليها اليوم بحذايا. راني عندي مناقلي في الدار كما نقولوا نحن وتوا خير العشيه نجيبها لك ولا يجي انت يهز. قال له هو باهي تو نجي العشيه نطل عليك ونجيب لك انا الكتاب من ربي. وانا قلت لك هو مدللها ماركه فهمني باش تجي للدار. قال بجيب لك قضيه تو روح به. هاي يا سيدي رجعت هي لدارها حلت الباب. هاي فلانه ما سمعونا ما جابتش فجر هربت. بعدك هي الطفله طلعت تصلي حاسيلو في العصر ولا في الظهر حسامحوني ما استحضرش معناها. المهم دخلت لقاها هي تعيط فجاه قاعده في البيت تصلي. هي كملت صلت. قالت لها هاي يا سيدي شنو تعطيني انا تو؟ شنو نعطيك؟ قالت لها عم. قالت لها بكره وافق. نقصت الطفله تعنت في عامتها حاسيلو بالحق. قالت لها والله وافق. قالت لها ابعثي له السيد بتاعك التونسي بتاعك هكاك. قالت لها ابعثي له التونسي بتاعك وبوك وبوك يحب يكلم بوك باش تفهم هو ايه. في الوقت كلمته وقالت له امور بابا كلمه طلبوا حاسيلو كيما نقولوا نحن عسلامة عم فلان عسلامة. قال له هنا فلان فلاني مرحبا بولدي. قال له راهو هكا وهكا وراهو انت ماك شفتني وانا هكا تاكسي هذاك والله راهي بنتك بنتصلوا وصدقني لا نهار شفتها ولا قابلتها ولا. اما سبحان ربي والله راني داخل من الباب وتهنى عليها. فهمني. سألوه هو كيفاش. قالوا عندك اخوات؟ قالوا عندي خيتي برك راني معرسه وانا راني معناها انا ذكر وحيد في الدار بيني فوق دارنا. قالوا الحمد لله. قالوا تقدر باش تأسس تعيش بنتي هذه؟ قال له امانه هذيك راه باش تاخوها امانه من عندك انت راهي امانه قدام ربي وحاسبني عليها قدام ربي سبحانه. اي يا سيدي قال له انا عندي شرط برك تجي تكتب صداقك مش تخطب. قال له هذه الخطبه المشي والجاي انا ما نحبهاش. تجي تكتب صداقك وتهز مرايتك. قال والله يبارك كما نقولوا احنا. هاي انت وشكون تجي؟ قال له هو مديده اخرى تعاود عامين كلمه هكا ما بقى 10 ايام طفل 12 يوم ركح اموره هو دارهم. هيا قصدوا ربي خويا اللي مشاو لك البلايص هذيك فرحوا بهم ذبحوا لهم الجمل. التونسي حاسين وربي سبحانه كرمه. فهمتني. اكتب صديق على طفله فرح درا شنو. روح حاسين تونس بمرايته. هي تعدت جديده ربي كرمه المراه حبله. فهمتني. ابايها ولا نهار كله هو بحذا بنيته عجبته تونس ضربه ضربتي راني توحشتك كان جيت. ربي ان شاء الله يهنيهم. طبعا عندهم توام زبنات زوام ربي ان شاء الله يبارك لهم فيها. وما شاء الله عليهم وربي ان شاء الله يحفظهم. وان شاء الله ربي يبقي ستر على كل واحد ان شاء الله يا ربي. العبره من الحكايه نتاع اليوم. العبره